بهار محمد انضم للمنظمة يوم التالي وراسي حد محل الجنة زيدي سي نشاطي أمريكان سي تشالكي ببازار قام شلو أب إيرو يكجي أب تشالكي أما السر الطاقة الكامنة تشتغله شلو أمرو كاروي طاقة خوني سلبي بيشتكي بعرضات برضه يا درخينة أمرو طاقة إيجابي درخين شبو أمرو كاروي نتيجة بينه دكاري خودي حياة خودي روزانة دي مؤسسات أمرو تذكر دك أب نشاط ترى بوكا بوي تشالكي رادبه دكتورای ماجستری داریم تا شامی هاتیه متى بيرفيرم مايرو هنا أمادكر أبيك أطلعك وبس الباجار قام شلون ولا نحاول ددنجو إنه بيجين الباجار ندن عمودي براسينا هالجمع قام شلو تانية روجي بين نظام ماس بيجيني أنا كأني دبان حسي ما وقت خطة عمل شغلانية والقام شلو تانية به وين تركيز بسلبي تاني ما برينها ما وقت المشكلة تشكر أو جلسة حوارية فوق صبرو ما تشكر قانون الإرث بين القانون والعرف الاجتماعي والمرأة في قانون الجنسية أبي شالكيا مني بري بناء أبايابو ما أبشالك يا مني هاني جسر طاقة كامل شالك يا بيجي ويشالكي برداي بالجنوب. ليش اخترنا بالذات هالموضوع مشان هاي الجلسة؟ لأنه شعرت الناس بأحوج ما يكون لموضوع الطاقة، حيث أنه المشاكل اللي عايشينها حاليا والظروف اللي عايشينها عم بتؤدي لهبوط طاقي، على يأس، لجسد متقاعس، لاكتئاب، لقلق داخلي. فضروري هالعلوم هاي تنتشر وهالتقنية تطبق لحتى يرتفع من مستوى الجسم الطاقي، وبالتالي يتجدد طاقتهم وقوتهم سواء الذهنية أو البدنية أو النفسية. كيف كان تجاوب الحضور معك بهاي الجلسة؟ تجاوب رائع، يعني كان بالمية، كلهم كانوا على مستوى يعني أشخاص تعبانين على حالهم وجايين فعلا ليستفيدوا. حتى الجلسة طولت حوالي 3 ساعات، ما حدا غادر المكان، الكل كان متشوق يسمع أكتر ويعرف أكتر ويحضر تجارب عملية. هلا علم الطاقة هو علم جديد وكلاتنا عم نقرأ عنه بس ما عملنا شي تجارب عملية. أنا اليوم كتير انبسطت بتجربة المدربة قامت معي بتجربة طاقة على إيدي، فعلا حسيتها ولمستها، يعني كتير انبسطت فيها. كمان عملت لي تجربة إنه سحب الألم من منطقة معينة، حسيت كيف هي ركزت الألم، فعلا صار الألم مركز بنقطة وبعدين بلشت العضلة أو محل الألم يصير فيه ارتخاء. كتير مهم إنه كلاتنا نتعرف على هالعلم الجديد لأنه بيعرفنا بطريقة كيف بنجدد طاقتنا لحتى نكون بنائين أكثر.